تخيل انك فاتح الانترنت بتاعك، كل حاجه قدامك بسيطه ومريحه، جوجل، فيسبوك، يوتيوب، عادي جدا زي ما اتعودت. بس عمرك فكرت في اللي ورا الستاره دي؟ الانترنت اللي انت شايفه ده مش اكتر من 10% من الحقيقه، 10% بس. طب والباقي؟ الباقي ده عالم مظلم، عالم لو دخلته ممكن ما تعرفش تخرج زي ما كنت، عالم فيه اسرار، جرائم ومعلومات ممنوع حد يوصل لها. بس ليه اصلا في حاجه اسمها الدارك ويب؟ مين اللي بيستخدمه؟ وليه ممكن يكون اخطر مكان عقلك يتخيله؟ العالم ده مش مجرد شويه مواقع مخيفه، ده مكان بيتجمع فيه اللي القانون مش قادر يوصل له. ناس بتبيع حاجات غريبه، اسرار بتحصل تحت الارض، وشبكات خفيه بتتحكم في حاجات انت ما كنتش متخيل انها موجوده اصلا. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. مش بس كده، هنفتح مع بعض الابواب الممنوعه ونشوف ايه اللي وراها. استعدوا لان الرحله دي ممكن تخليك تفكر 1000 مره قبل ما تستخدم الانترنت بالطريقه اللي متعود عليها. زي ما انتم شايفين في اختلاف بسيط، ممكن كاضاءه او في تصوير عامه. في نظاره، اول مره نلبس نظاره واول يوم نلبس نظاره، فكشفنا كده يعني، وكان في شويه لخبطه لان القعده قدام الكمبيوتر كتير، في تعب وارهاق يعني. فقدرنا بقى واعمل لنا لايك واشتراك لو انت مش مشترك بس. طيب قبل ما ندخل في التفصيل خليني اقول لك حاجه، احنا عايشين على سطح بحر مليان اسرار، لكن تحت السطح في عالم تاني، عالم شكله زي كابوس. الدارك ويب مش مجرد اسم، ده مكان مليان حاجات ممكن تغير فكرتك على الانترنت كله. السؤال هنا، هل انت مستعد تعرف اللي ورا الستار؟ خلينا نبدا الرحله دي مع بعض. اولا خلينا نعرف ايه هو الدارك ويب. الدارك ويب جزء صغير من الانترنت، مش بيتشاف على محركات البحث زي جوجل. تخيل معايا الانترنت ده زي بحر كبير، الانترنت العادي هو الميه اللي فوق السطح، اما الديب ويب والدارك ويب هم الاعماق المظلمه اللي محدش يقدر يوصل لها بسهوله. الانترنت العادي ده اللي بنشوفه كل يوم، المواقع العاديه زي فيسبوك، جوجل، يوتيوب، كل المواقع اللي بنزورها بشكل يومي. الديب ويب ده كل الحاجات اللي مش متاحه للعامه، زي ملفات الشركات، الحسابات البنكيه، بيانات المستشفيات. الدارك ويب هنا تبدا الكوابيس، الجزء الغامق اللي فيه انشطه سريه، بعضها قانوني وكتير منها غير قانوني، محتاج ادوات خاصه زي طور عشان توصل له. ثاني حاجه، ليه الناس بتدخل على الدارك ويب؟ هنا السؤال اللي كتير من الناس بتساله، ليه اصلا حد يدخل مكان زي ده؟ في اسباب كتير، اولها الهروب من المراقبه. في بلاد بتتراقب من الانترنت بشكل صارم، زي دول بيتم فيها منع حريه التعبير. ناس بتستخدم الدارك ويب عشان يتكلموا بحريه. تاني حاجه، انشطه غير قانونيه. البعض بيستخدم الدارك ويب عشان يبيعوا او يشتروا حاجات ممنوعه زي المخدرات، الاسلحه، او حتى هويات مزوره. ثالث حاجه، الخصوصيه المطلقه. في ناس بتحب تحافظ على هوياتها ومعلوماتها الشخصيه بشكل كامل، فبتلجا للدارك ويب. رابع حاجه، الفضول، وده اخطر سبب. ناس كتير بتخش لمجرد الفضول، لكن للاسف الشديد الفضول احيانا بيكلف غالي. ثالثا، ايه اللي بيحصل على الدارك ويب؟ هنا نخش في اهم حاجه، ايه الحاجات اللي بتتم في الدارك ويب؟ الدارك ويب في حاجات ممكن تخليك تحس انك دخلت فيلم رعب، زي سوق سودا عالميه، زي مواقع بتبيع كل حاجه ممنوعه من المخدرات للاسلحه. في مواقع مشهوره زي سيك رود كانت بتبيع كل ده لحد ما الحكومه الامريكيه قفلتها. التعاون بالعملات الرقميه زي البيتكوين عشان تضمن السريه. مخاطر اكبر، في ناس بتستغل الدارك ويب عشان تخترق حسابات، تسرق بيانات، او حتى تطلب فديه. منتديات غريبه، ناس بتشارك افكار شريره او خطط لجرائم، تجاره بشريه. في كلام كتير عن شبكات لبيع البشر، بس هل ده حقيقه ولا تهويل؟ محدش يقدر ياكد. اختبارات مرعبه زي فيديوهات غامضه ومريبه بتظهر هناك. نيجي بقى لشويه امثله حقيقيه عن الدارك ويب. حادثه السيك رود كانت واحده من اشهر الاسواق السوداء على الدارك ويب. بعد تحقيقات استمرت سنين، الحكومه الامريكيه قدرت تقبض عليها وتقفلها. 2، تسريب بيانات. في قراصنه بيبيعوا بيانات ملايين من الناس زي الايميلات وكلمات السر. تسريب معلومات حساسه لشركات وحكومات على مواقع مخفيه، تخيل معلوماتك الشخصيه لو معروضه للبيع. 3، هاكرز يخترقون العالم. في الدارك ويب هاكرز بيبيعوا ادوات اختراق او بيستهدفوا شركات او افراد مقابل الفلوس. 5، مخاطر الدخول للدارك ويب. لو فكرت تدخل استعد للمواجهه. 1، اختراق اجهزتك، حتى لو كنت داخل تتفرج بس ممكن بياناتك تتسرق. الفيروسات هناك مش زي اللي نعرفها، دي برامج ممكن تمسح كل حاجه عندك. 2، مشاكل قانونيه. في بلاد كتير مجرد الدخول يعتبر جريمه. 3، تعاملات ماليه خطيره، ممكن تلاقي نفسك بتدفع فلوس لحاجات وهميه وتخسر كل حاجه. 4، تهديد حياتك. بعض الناس بتلاقي نفسها متورطه في مشاكل اكبر بكتير من اللي كانوا متوقعينه. 5، هل في جانب ايجابي للدارك ويب؟ رغم كل الخطوره في ناس بتستخدم الدارك ويب لحاجات مفيده.
جديده، صحفيين بيهربوا من المراقبه الحكوميه، ناشطين بيحاولوا ينشروا معلومات مهمه في بلاد قمعيه، لكن ده جانب بسيط جدا مقارنه بالشر اللي هناك. سابعا، ليه الموضوع يخوف؟ الموضوع يخوف لان الانترنت المظلم مليان حاجات غير قانونيه وخطره، وده بيخلي اي شخص يدخل فيه معرض للمخاطره. في انشطه مش قانونيه زي بيع المخدرات او الاسلحه، وفي مواقع ممكن تسرق بيانات او حتى تعرضك لعمليات نصب. كمان دخولك هناك ممكن يفتح لك ابواب لاشياء مش مفروض تعرفها، وده بيخليك دايما في خطر. ببساطه الموضوع يخوف لانه عالم مجهول، محدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل فيه. ندي شويه نصايح لاي حد يفكر يدخل: ما تغامرش، لو ما عندكش خبره بلاش تتورط، حافظ على امانك الرقمي، استخدم برامج حمايه قويه، اعرف الحدود، مش كل حاجه غريبه تستحق تجربها. قبل ما اختم الفيديو خليني اقول لك حاجه مهمه: الانترنت مكان عظيم فيه معلومات وفرص كتير، لكن لازم نكون حريصين على اي خطوه بناخدها عليه. لما تدخل في عالم زي الدارك ويب لازم تعرف المخاطره اللي ممكن تواجهك. مش كل شيء مجهول هو مثير او مفيد، احيانا الفضول ممكن يوصلنا لحاجات مش مستعدين ليها. النصيحه اللي اقدر اقولها ليك: خليك حذر دايما، حاول تحمي خصوصيتك وامانك على الانترنت. خلي دايما في بالك ان مش كل شيء ظاهر هو امن. استمتع باستخدام الانترنت، لكن خلي بالك وابقى واعي لكل خطوه بتاخدها. في النهايه لو الفيديو ده كان مفيد ما تنساش تشارك مع الناس اللي تعرفهم عشان الكل يكون على علم. لو عندك اي اسئله او تعليقات انا في انتظارها تحت الفيديو. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لها لايك وتعمل سبسكرايب عشان تتابع كل جديد، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.